أهم 50 دالة في الإكسل بالنسبة للمحاسبين. هنتكلم النهاردة عن 50 دالة مهمة جدا 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 في الإكسل، هتقابلهم أكيد في شغلك. وتعالى كده نبدأ أول حاجة بالدوال الأساسية. مسهلين الموضوع وعملناه على شكل سيناريوهات محاسبية. تعال نبص على السيناريو الأولاني، بيقولك هنا مطلوب حساب إجمالي المبيعات الفواتير. والله هنا عندي مبالغ وعايز أحسب إجمالي، يبقى أنا ممكن أستخدم دالة صم. طب صم ليه؟ عشان هي دالة جمع. هبدأ أعلم على كل المبالغ بتاعتي، شيفت كنترول سهم لتحت وأدوس انتر. جبت إجمالي المبيعات. هبدأ أدخل على المثال اللي بعد كده. بيقول لك والله أنا هنا عايز حساب متوسط قيمة الفاتورة، عايز اسم متوسطات للمبالغ دي. طيب هحسبها مانوال؟ لأ، أنا عايز دالة تحسب لي متوسط، يبقى دالة افريج. هبدأ أختار افريج وهبدأ أعلم له على المبالغ كلها. دوس انتر. طلع لك متوسط الفواتير، أخد إجماليهم وقسمهم على عددهم. طيب تعالى نبص كده على سيناريو رقم 3. عايز يعرف أكبر فاتورة صادرة. الأرقام دي عايز يعرف أكبر رقم وهو ال22,000. طيب تعالى نستخدم دالة ماكس. ماكس لأكبر قيمة، وهنعلم له على المبالغ، والمفروض إن الإكسل يقول لك 22,000. تعالى كده نروح للمثال رقم 4. عايز يعرف أصغر فاتورة صادرة. أصغر فاتورة عندنا تقريبا بمبلغ 5000. طيب هنستخدم دالة إيه؟ والله دالة من، اختصار لكلمة مينيمم. فين الأرقام؟ هقلب له المبالغ كلها وأدوس إنتر. قال لك 5000. تعالى كده نشوف بيقول لك إيه. عايز يعرف عدد الفواتير اللي تحتوي على مبالغ. كل دي فواتير عندها مبالغ، بس عايز استخدم دالة. ممكن استخدم دالة ايه؟ والله ممكن استخدم دالة كاونت. طب من اسمها كده بتعمل ايه؟ والله هي بتعد. هتبدأ تعدله المبالغ بتاعتك. هيقول لك والله 8، انا عندي 8 ارقام فواتير. طيب اللي بعده. هنا عايز يعرف عدد الفواتير المدخلة فعليا بغض النظر عن نوع البيانات، يعني عايز يعرف الفواتير دي قد ايه. طيب هنا هنستخدم دالة ايه؟ والله هنا هنستخدم دالة كاونت. تفرق ايه كاونت عن كاونت؟ والله كاونت بتقدر ان هي تعد نصوص وكمان تعد ارقام. هتدوس انتر هيقول لك 8. تعالى كده نشوف المثال اللي بعده. هنا بيقول لك اكتشاف القيود المحاسبية التي لم يتم ادخالها بعد. هو هنا عايز يعرف كم واحدة ما دخلتش ليها مبالغ. يعني انا عايز اعد الخلايا الفارغة. طيب اعد الخلايا الفارغة ازاي؟ عن طريق استخدام دالة كاونت بلانك. هقول له والله كاونت بلانك، وتبدأ تعلم على المبالغ بتاعتك. وهتلاحظ إن الإكسل هنا ساعتها هيقول لك 2. طب ليه؟ والله أنت عندك واحدة واتنين فارغين. تعالى كده نبص على مثال رقم 8. هنا بيقول لك عايز يقرب ضريبة القيمة المضافة اللي هي 14% إلى رقمين 20. طيب يقرب، يبقى أنا هبدأ أستخدم معادلة راوند. يبقى هقول للإكسل كده يساوي راوند. أول حاجة إيه الرقم بتاعك؟ والله أنا الرقم بتاعي اللي هو المبلغ ده، ولكن مضروب في 14%. هبدأ أقول له بوينت 14 فاصل. طيب أنت عايز تقرب لكام رقم؟ والله أنا عايز أقرب لرقمين. فأبدأ أدوس إنتر. هتلاقي الإكسل حسب لك الضريبة وكمان قربها لك، وهتبدأ تشد المعادلة بتاعتك. وتعالى كده نروح للمثال. تعال نبص على السيناريو اللي قدامنا دلوقتي. بيقول لك سياسة الشركة تقتضي تقريب الضريبة دائما لأعلى لصالح مصلحة الضرائب. طبعا انت اي ضرائب بيجي لك لو فيها قروش بتقربها لأعلى رقم. طب ليه؟ لصالح مصلحة الضرائب. انت الحكومة ما ينفعش تاخد حقها ناقص. طيب هتعمل ده ازاي؟ انا عايز اعلي دايما لفوق. يبقى هبدأ تستخدم راوند. طب راوند مش هتخدمك، يبقى انا عايز استخدم راوند اب. هتبدأ تستخدم معادلة راوند اب. والله انا الرقم عندي اهو مضروب برضو في بوينت 14 فاصلة، ولكن عايز اقربه لاكبر قيمة. وادوس انتر. تبدأ تشد المعادلة بتاعتك. هتلاحظ ان كل الارقام عندك هنا متقربة ومفيش عندك هنا قروش. طيب تعالى كده نبص على المثال اللي بعده. هنا بيقول لك تقتضي تقريب رصيد المخزون بالوحدات الكاملة لأسفل.
طب ليه لاسفل؟ عشان ما ينفعش يبقى عندك في المخزون حاجه ونص او بوينت 8. طب ازاي؟ دي كميات، انا عايز اخلي الكميه صحيحه. يبقى هنا انا عايز اعملها الاسفل، يبقى راوند داون. هبدا اكتب له راوند داون، اختار الكميه اللي هو النمبر بتاعي. والله النمبر اوف ديجيت، والله انا عايز نمبر اوف ديجيت 0. دوس انتر، تبدا تشد المعادله بتاعتك. هتلاحظ ان هو قرب لك كده الارقام لتحت مش لفوق. ليه؟ احنا استخدمنا معادله راوند داون. تعال نبص على المثال اللي بعده. طيب تعالى كده نبص على آخر مثال في الجزء الأول. هنا بيقول لك عايز حساب إجمالي المخزون بضرب كل كمية في السعر. طبعا أنا مش هبدأ بقى أضرب كل كمية في سعر ويطلع لي رقم وأجمعه. أنا عايز دالة تخلص على طول، يعني تضرب وتجمع. طيب الضرب بالنسبة لي اسمها برودكت، والجمع sum. يبقى هستخدم هنا دالة sum product. هتبدأ أول حاجة الأري، والله أنا هعلم له على كل الكميات فاصلة. array 2 هعلم له على كل الأسعار، وهدوس انتر. وهتلاحظ هنا إن الإكسل ضرب وجمع وقال لك إجمالي قيمة المخزون. لو حابب إن أنت تبص على الفهرس ده أو تشتغل على نفس الشيت اللي إحنا اشتغلنا عليها، هنزل لك الفهرس ده في وصف الفيديو تحت. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوف باقي الأجزاء بإذن الله.